والا ماهوش في المستوى. نتصور الاختيار اليوم على حسام البدري كلاعب دولي سابق والا كمدرب والا متشبع بثقافه الالقاب، صحيت، متكون في مدرسه كبيره وفي عائله كبيره، فريق يعرف كان يلعب كان على الالقاب. نتصور بالفيكو هذايا ما نجمش يكون مدرب ماهوش في قيمه النادي الصفاقسي. بالعكس، هذا المدرب امونافي اذا تتوفر له ظروف العمل الجيده وظروف العمل الباهيه، نتصور مع حتى الاسبري نتاع الاهلي المصري ماهوش بعيد برشا على الاسبري نتاع كره القدم في صفاقس مع النادي الرياضي الصفاقسي. متطلبات نتاع الجماهير وغيره، جمهور صعيب، لا حتى سير لو بلون تكنيك الاهلي المصري ان ايكيب تري تكنيك سي. لا هو راهو البدري حتى كيف تنحى من الاهلي ليس اللي فشل في النتائج، حتى بريستاسيون ما ثماش ينحيوها بعد عاودوا يرجعوا. معناتها راهو الاهلي حاجه اخرى ابار النتائج، يحبوا الكره المزيان، يحبوا الراوندمون، صحيح. وهذا تقريبا نفس الشيء مع جمهور السي. هو قلت لك فما تقارب في الصفات، وفما تقارب يعني في الكوره ما بين الاهلي المصري والنادي الرياضي الصفاقسي. دونك البروفيل هذايا نتصوروا كيف ما قلت لك كريم، اذا تتوفر له ظروف العمل الجيده والممتازه في الفترة الجاية نتصور ينجم يغير من وجه الفريق بدرجة كبيرة برشا، وينجم يحط الفريق وإلا المشروع اللي نحكيو عليه في السكة الصحيحة. قلنا وأخيرا أنت بديت بها الكلمة فوميو تاك جامي بالنسبة للسي اس اس. الفترة طالت شوية، خلينا نكونوا صادقين باش نكونوا صادقين برشا. طالت، والجماهير النادي الصفاقسي في وقت من الأوقات كيف ما نقولوا فدت، وتقريبا فقدت الأمل في مدرب في حجم وفي قيمة كبيرة برشا. لكن اليوم الحمد لله بالنسبه للهيئه هذه، وبالنسبه حتى للاعبين نقول الحمد لله للاعبيه، خاطر اللاعبيه اليوم مش يجيهم من كاليبر ينجم. شنو تعرفوا على الكاليبر؟ قبل أن نسمع فيك يقول كاليبر، شنو تعرفوا على المدرب هذا؟ اول حاجه شخصيته في تعامله مع اللاعبين، في تعامله مع الاداره، في تعامله مع الامور الماديه. خرج من ستيف لأنه الامور الماديه ماهيش مهم برشا اللي تحكي فيه، معناتها كما يجب، وخلف ذلك حسرة كبيرة عن جماهير ستيف. صحيح. شوف، مدرب أول حاجة يفرض الانضباط، وما عندوش فرق بين اللاعبين. دونك الملاعب الحاضر والجاهز هو اللي يكون عنده الأولوية باش يكون أساسي، وحتى النجوم ما يعترفش بالنجوم. دونك الملاعب الأكثر يوصل يعني أبعد من ذلك، هو أكثر عطاء ولا يوصل أبعد من ذلك مع النجوم. ذكرني شنو صار مع معلول ومع ولد عمك زاد نسبو شلبان. أيوة، معناتها هو معناتها نقولش عنده عقدة النجومية، ولكن ما يحبش ثم نجوم في الفريق. يحب انه العباد الكل سواسية، الناس الكل كيف هو اللي يفرق بين ملاعبي وملاعبي. هذه اهم صفة عند المدرب. دونك حاجة اخرى كريم مهمة برشا، اللي المدرب هذايا يحب ظروف العمل تكون مريحة. ايش معناتها؟ معناتها يفرض اليوم على الهيئة اللي باش يخدم معاها وعلى المسؤولين اللي يخدم معاهم انه توفر ظروف العمل للنجاح. اول حاجة الملاعبية لازم يكونوا خالصين في فلوسهم، حتى في الاهلي المصري كما تعرف يعيشوا كيف ما تقريبا في اوروبا، في دي ستاج، في معناتها يقعدوا في دي ستاج بلوكي مع الفريق نتاعهم لتحضير المقابلات. دونك حتى الخروج ودخول الملاعبيه باش يكون بتوقيت وبتحديد من الاطار الفني. نظام الاهلي تقريبا سيطبق على لاعبي نادي صفاقس.